ماما جت يا ولاد واختي كمان. عايزه تشوفيني ماما ماشي، عايزه تشوفيني اختك ماشي، على رأي يسرا يا اختي كده ينفع وكده ينفع. وده تالت جزء. اتكلمنا الاول ازاي ان انا اختار اللي انا هتجوزه بناء اذا كنت انا عايزه اشتغل او مشتغلش. واحنا في الجزء ده بتكلم بقى على اللي قررت ان هي مش عايزه تشتغل وعايزه تتجوز وتخلف. طيب افرض مثلا بعد الجواز مثلا او بعد فتره، احنا طبعا طبيعي ان احنا بنتغير وافكارنا بتتغير واتجاهاتنا بتتغير، وده طبيعي جدا مفيهوش اي غلط او اي عيب. جت وقالت ان انا عايزه اشتغل، انا زهقت بقى وما عدتش مرتاحه في حته ان انا بس على قد ان دوري ابقى ام. طيب احنا دلوقتي لما انت هتيجي بقى تفكري حاجه زي كده حقك ومفيش اي مشاكل، بس في الاساس انت لازم تبقي عامله حساب ان انت اخترتي تبقي ام. ومعنى ان انت اخترتي تبقي ام يعني انت ولادك اللي هيبقوا في المقام الاول، وهتظبطي حياتك على حياتهم مش العكس. يعني مش حياتهم هم اللي هتتظبط عليكي وان انت بقى تبتدي تولفي حياتهم على فكرتك الجديده او اتجاهك الجديد ان انت عايزه تشتغلي. لا، ليه؟ لان انت في الاساس اخترتي ان انت تكوني ام، ومعنى ان انت اخترتي ان انت تكوني ام دي مسؤوليه كبيره جدا جدا جدا. مش هينفع ان انا انكرها او اغيرها او استبعدها لانها خلاص بقت حقيقه. فعلى الاساس ده انا هبتدي خلاص ماشي تمام، انت عايزه تشتغلي، بس في الحاجه الاساسيه اللي هتحطيها في الاول ان انت عندك اطفال، وان الاطفال دول هم مسؤوليتك الاولى، وشغلك ووقتك وكل حاجة وجدولك هيتظبط على احتياجاتهم مش العكس. برضو برجع اقرر تاني يعني واكد ان احنا بنتكلم اللي هم لسه على البر، اللي هي لسه بتشوف هي عايزة ايه. عايزة تشتغل او خلاص ما تتجوزش وملهاش في الجواز وملهاش في الخلفة، ولا اللي عايزة تتجوز وتخلف. وان هي اختارت يعني منطقيا او استخدمت كل الاسباب انها تختار صح الشخص المناسب لاحتياجاتها عشان يقدر يلبي احتياجاتها. ما جيش انا مثلا واحده ماليش في الجواز وماليش في الخلفه واجي اضغط على نفسي واتجوز واخلف واختار واحد عايز جواز وعايز خلفه وفي الاخر اقول يا ريت اللي جرى مكان. ما بقاش انا واحده مثلا عايزه اقعد في البيت واخلف واختار واحد عايز واحده بتشتغل. فبالتالي المشكله بتيجي من هنا ان احنا مش ما عندناش ما بنواجهش احتياجاتنا صح وما بنحددهاش وانا مش عارفه انا عايزه ايه. فبالتالي ما بعرفش اختار صح، وبالتالي المشاكل كلها بتيجي من هنا. وانا بكرر تاني، شوفي احتياجاتك وشوفي انت عايزه ايه، وما تخليش حد يضغط عليكي ويمشيكي زي ما هو عايز، عشان لما الوكسه بتيجي مش هتلاقي حد حواليكي وهتلاقيهم برضو عمالين يبستفوا فيكي ويطلعوك انت اللي غلطانه وانتي وراكبك الغلط من ساسك لراسك زي ما بنقول يعني. فمفيش حد هينفعك، مفيش حد هينفعك، ومفيش حد هيقف جنبك في جميع الاحوال. في جميع الاحوال مش هتلاقيه، فمش هيقف جنبك الا انتي، وانتي اللي هتقدري تقرري وانتي اللي هتقدري تسندي نفسك. مفيش حد بيسند حد. واجهي وشوفي احتياجاتك وخليكي قويه واطلبي اللي انت عايزاه، لان انت لما تطلبي اللي انت عايزاه هيجيلك اللي انت عايزاه. لو كدبتي على نفسك يا ويرك يا مرك يا سواد ليلك من اللي هتشوفيه بجد يعني.